بونسوار، جيسبر كي راكم كامل ملاح وصحتكم لاباس ان شاء الله. هاد لا فيديو يلاقيكم كامل بخير وعلى خير. رجعت لكم اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. راح نشارك معكم طبق جد اقتصادي وبزاف بنينة. راح نشارك معكم الوصفة تاع طاجين سفيرية القرنون بجواز تاع الجلبانة. يجيكم ما شاء الله اقتصادي يتوالم بالبزاف. لشهر رمضان المبارك كيما وعدتكم وقلت لكم راح نشارك معكم عدة وصفات لشهر رمضان ان شاء الله. نبداو على بركة الله. نحضروا المريقة تاعنا ولا الجواز تاع الجلبانة. اول حاجة جبت هنا الطاجين تاعي. انا نحب نخدم كيما قلت لكم في الطواجن تاع الطين بالبزاف. كنت ضفت في الطاجين تاعي شويه تاع زيت ومغرفه معمره تاع السمن كيما نقول لكم دائما في الجوازات والاطباق التقليديه خاصه نحب ندير مغرفه تاع سمن، لانه السمن تبقى البنه تاعو والريحه تاعو وحدها. ونوضع راح نضيف ايضا مرصو تاع الدجاج، يعني مرصو تاع الدجاج راح يكفيكم برك. واللي تكون دايره عرضه ولا حبيبتي وتحبي ديري ماشي غير مرصو واحد، ديري حبيبتي لك الاختيار، ولكن انا حبيت نمدلكم يعني كيفاش يكون الطبق اقتصادي قاوش كاين. نخلو هذاك الدجاج يتقلى لنا ويتحمر لنا مع السمن والزيت مليح مليح. من بعد راح نضيف عليه حبة تاع بصل اللي كنت رحيتها في الاشواق، مع زوج سنينات تاع الثوم اللي كنت رحيتهم في الاشواق ايضا. بعدها راح نخلي هذاك البصل والثوم يتقلاو لي مليح مليح. شوفوا هنا راه بدا البصل تاعي يذبع لي كيما راكم تشاهدوا. راح نخليه يتقلى لي. دايما طاجين تاعكم نقسولو، يعني ما تقولوش الفرن. بعد ما يتقلى لي هذاك البصل مليح والثوم ويذبل لي هذاك البصل، راح نجي ونضيف عليه ليزي بيس او التوابل التوانه. ليزي بيس راح نضيف الملح بطبيعه الحال، راح نضيف ايضا فلفل الكحل، ونضيف ايضا راس الحانوت وشويه تاع سكنجبير وشويه تاع الكركم. يعني هذو هما لي زيبيس اللي نضيفوهم: ملح فلفل كحل راس الحانوت وسكنجبير وشويه تاع الكركم. هذه هي. وراح نخلطهم ونخليوهم يزيدوا يتقلاو لنا مليح مليح على نار هاديه. شوفوا هذاك المخ تاع الدجاج كيفاش تحمر لي ما شاء الله، يعني ما يحتاج في الاخير تعاودوا تحمروه في الزبده والزيت كامل. المهم بعد ما تقلاو لي مليح ضفت عليهم هنا زوج حبات تاع زروديه مقطعه دوائر كما راكم تشاهدوا، وضفت ايضا كميه من الجلبانه. راح نخليهم يتقلاو لي مليح مليح. وراح بعدها نضيف لهم نص عود تاع قرفه كيما راكم تشاهدوا، ونزيد نخليوهم يتقلاو لي. من بعد راح نولي ليهم وراح نمرقوا اكيد بالمرقه اللي تكون سخونه. دائما نقول لكم باش ايضا هكذا المريقه تاعكم ولا الشريبه ولا لا سوب تجيكم هكذا المريقه شابه وكلش، دائما مرقوا بالماء سخون. شوفوا هكذا مرقت بالماء سخون، ونخلي الفرن تاعي على نار متوسطه، نغطيه ونخليه حتى يتجمر لي وتتجمر لي هذيك المريقه تاعي وتطيب لي الله الله. من جهة أخرى كنت فورت حبتين تاع بطاطا مع 3 حبات تاع قرنون مع فورتهم يعني. بعد ما فورتهم نوضعهم هنا في إناء مع نص صدر تاع الدجاج مرحي مع كمية من المعدنوس مقطع. هرسوهم كامل مع بعض بالفرشيطة كيما راكم تشاهدوا. يعني تحتاجوا 3 حبات تاع قرنون مفور، 2 حبات تاع بطاطا سمحولي ايضا مفوره، ونص صدر تاع دجاج مرحي وكميه من المعدنوس المقطع. هرستهم كامل بالفرشيطه. من بعد ضفت لهم كميه من الملح والفلفل الكحل وشويه تاع اسكنجبير كيما راكم تشاهدوا. وراح نخلطهم جيدا هذه المكونات. يعني هذا الطبق يعني اقتصادي وما شاء الله راح يجيكم حجم عائلي ويقطع كمية كبيرة ولا بس بها. وحبيت نمد لكم في هذه الوصفة مقادير مضبوطة، وذوك نقول لكم شحال تخرج لكم من حبة تاع كروكيت او سفيرية القرنون. فوالا
نخلطوهم كلهم مع بعض كيما راكم تشاهدوا. وهنا الخليط تاعنا راهو جاهز وراهو واجد، يعني شوفوا هذا الطبق ما كاش اسهل منه. راح نبداو نشكلو في الخبيزات تاعنا ولا في السفيريات تاعنا. يعني طريقة جد سهلة وجد بسيطة. نحتاجه الجبن باش نوضعه في وسط السفيرية تاعنا باش يزيد يمد لها بنة هايلة. انا كيما قلت لكم في الفيديو اللي قبل هذا راني نستعمل بزاف فخوماج توب سومة بنته هايلة ما شاء الله، يعني راني نموت عليه. البنة تاعو هايلة. شوفوا ندو كمية من الخليط او من هذا الخليط اللي حضرناه كيف كيف. نفتحوها هكذا في الوسط ونعمروها بالجبن ونشكلوها خبيزات. راح نزيد نشارك معاكم ايضا حبة اخرى. ندو كمية هكذا نفتحوها في الوسط وراح نعمروها بالجبن ونغرقوا عليها مليح. كيما شفتوا ما نديرو في الخليط تاعنا لا بيض لا شابلور، ما تضيفوا والو لا فارينه حتى حاجه. عندكم القرنون البطاطا نص در تاع الدجاج والمعدنوس هذا ما كان. وتقدروا ايضا ديروهم نتوما اصابع، يعني لكم الاختيار. تقدروا ديروهم هكذا خبيزات ولا ديروهم اصابع. المهم راح نكمل كامل الكميه وراح نعاود نولي لكم ونقول لكم شحال تخرج لكم هذه الكميه اللي مديتها لكم من حبتها كروكيت. فوالا شوفوا انا هذه الكميه خرجت لي 20 حبه الله يبارك. يعني هذه الكميه اللي مديتها لكم تخرج لكم 20 حبه تاع كروكيت تاع القرنون او سفيريه القرنون. بعد ما شكلتهم كامل راح نجي هنا ونرمدهم في البيض. من بعد فلاشا بلوغ او الخبز المرحي رمدوهم كامل في البيض. من بعد فلاشا بلوغ راح نكملهم ايضا كامل وراح نعاود نرجع لكم. يعني طريقة جد بسيطة مكاش اسهل منها. بعد ما نكملهم كامل راح نوضع المقلة تاعي ونضيف فيها شوية تاع الزيت نخليها تسخن لي مليح. من بعد راح نقلي فيها الحبة التوعي كامل ونحمرهم على الجهتين، يعني اقليوهم على نار متوسطة. حمروهم مليح مليح وكملوهم كامل. ومن جهة اخرى الجواز تاعي بعد ما تجمر لي انا بعد ما يتجمر لي هذا الجواز نحب نخلط فيه بول حبة تاع البيض. نحب نخلطها مع شوية ملح ونضيفها في الجواز تاعي كمرحلة اخيرة ونزيد نخليها 5 دقائق ونطفي عليها وذوك تشوفوها معايا. هاي ليكم شوفوا كنت ضفت لها حبة على البيض خلطها في غرفية وضفتها لها نخليها 5 دقائق ونطفي عليها وزينتها هكذا بالمعدنوس. راح تجيكم المريقة عاقدة وخاثرة وتجيكم ما شاء الله وذوك تشوفوه معايا في صحن التقديم. راني نحاول نشارك معاكم ونمثلكم وعدة وصفات اللي تحضروهم في شهر رمضان المبارك لأنه ما بقالوش. إن شاء الله يا ربي يدخل علينا بالصحة والهنا وإن شاء الله يلاقيكم كامل بخير وعلى خير. وهذه هي الوصفة تاعنا في صحن التقديم. كنت زينتها بهذه الطريقة والتزيين دائما يبقى اختياري. كنت زينتها شوية بالجبن المبشور وبالبراج تاع القارص. وهنا نكون وصلنا لفنتهى الفيديو. ما تنسوش اذا عجبكم تخلوا لي جيم تخلوا لي كومنتير باش نتحفز ونشارك معكم وصفات وفيديوهات اخرى. وما تنسوش اذا عجبكم هذا الفيديو تبارطاجيوه مع لي زامي تاعكم وحباباتكم. باي باي.